السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج فاينانس بالمغربي. في هذه الأيام الأخيرة شهدنا أكبر خسارة ديال القيمة السوقية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ملي ديبسيك مسحت أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية ديال نفيديا في جلسة واحدة. في فيديو اليوم غادي نتعلموا كيفاش نستغلوا هاد التحركات ديال السوق باش نزيدوا مراكز جديدة في البورتفوليو ديال البرنامج، وغادي نتعلموا حتى واحد المفهوم مهم بزاف، هو كيفاش نحسبوا القيمة الجوهرية ديال السهم. تابع معنا مزيان باش تفهم أهمية القيمة الجوهرية ديال السهم، كيفاش تنحسبوها وكيفاش غادي تعاوننا باش نشريو سهم نفيديا. اكيد في اخر الحلقه واخا تكون مبتدئ غادي يكون عندك واحد السر اللي تعرفوه غير المستثمرين الكبار. نبداو على بركه الله. القيمة الجوهرية أو الانترنسيك فاليو هي الثمن اللي تيخص يكون عليه السهم في السوق باش يمثل القيمة الحقيقية ديال الشركة. والقيمة الجوهرية ماشي هو الثمن اللي تيكون معروض به السهم في سوق البورصة واللي تيكون محدد بقانون العرض والطلب. يعني كاين فرق ما بين ثمن السوق وما بين القيمة الجوهرية، وهذا الفرق يقدر يكون شاسع. إذا كان ثمن السهم معروض في البورصة وكل شيء يقدر يعرفه، كيفاش نقدروا نحسبوا القيمة الجوهرية ديال السهم؟ القيمة الجوهرية ديال السهم تنقدروا نحسبوها على أساس الأرباح، التدفقات المالية والنمو ديال الشركة. نخلوا الاستثمار جانبا وتخيلوا معايا جوج ديال الأمثلة. في المثال الأول تخيل معايا واحد الدار كتعجبك وبغيتي تشريها، والخبير العقاري قال لك بأن القيمة الجوهرية أو القيمة الحقيقية ديال هاد الدار هي 1,000,000 ديال الدرهم، ولكن الممتلك ديالها بغى يبيعها غير ب 700,000 درهم لأن عنده شي ظروف ومحتاج للسيولة في أقرب وقت. واش غادي تضيع فرصة بحال هذه ولا غادي تشريها؟ المثال الثاني، كاينه واحد السياره تتعجبك وبغيتي تشريها، وكل شيء تعرف بان ثمن هاد السياره في السوق هو 300,000 درهم، ولكن كاين واحد الممتلك اللي عنده نفس السياره وبغى يبيعها غير ب 200,000 درهم لانه سواء خايف من شي قانون جديد او حتى هو محتاج للسيوله في اقرب وقت. اكيد ما غاديش تضيع فرصه بحال هذه وغادي تشريها واخا الثمن ديالها طاح. ونفس الفكره كاينه في الاسهم. المستثمرين الذكيين تيقلبوا دائما على فرص استثماريه فين الاسهم ديال الشركه اللي تكون معروضة في البورصة تيكون الثمن ديالها أقل من القيمة الجوهرية ديال الشركة. ولكن المشكلة أن سوق البورصة ما تيتبعش نفس المنطق ديال جوج الأمثلة اللي عطيتكم، لأن ملي تكون شي شركة قوية بزاف والسهم ديالها تيطيح، المستثمرين في أغلبية الوقت تيبداو يعملوا واحد ردة الفعل وتيبداو يبيعوا السهم ديالهم، في حين أن المستثمرين الذكيين تيبداو يشريوا الأسهم في هذيك الوقت، لأن إلا كانوا الأساسيات ديال هذيك الشركة قوية بزاف فكاين احتمال كبير بأن السهم غادي يعاود يطلع مع الوقت، تماما بحال الامثله اللي عطيتكم من قبل. ثمن ديال الدار عنده واحد القيمه جوهريه والسياره حتى هي عندها واحد القيمه جوهريه بدون اخذ بعين الاعتبار الظروف اللي خلات الممتلكين ديالها يبيعوها بثمن اقل. دابا كيفاش يمكن لينا نحسبوا القيمه الجوهريه ديال السهم؟ كنعرف بان الحسابات الماليه تقدر تكون معقده بزاف، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم ابسط طريقه باش تفهموا اصلا شنو هي القيمه الجوهريه وكيفاش نقدروا نحسبوها. وهذه الطريقه هي طريقه نموذج التدفقات الماليه المخصومه اللي تنسميوها بالانجليزيه DCF أو Discounted Cash Flow. الطريقة ديال DCF مبنية على واحد السؤال بسيط: شحال ديال الفلوس تقدر تدخل لنا الشركة في المستقبل؟ وإلا عرفنا الجواب على هذا السؤال غادي نقدروا نحددوا القيمة اللي خاصنا نخلصوا اليوم باش يكون هذا استثمار مربح في المستقبل. ناخذ واحد المثال بسيط باش نفهموا مزيان هذه المسألة. تخيل معايا عندك واحد المخبزة صغيرة، وهذه المخبزة تجيب أرباح ديال 100,000 درهم في السنة، وغادي تبقى غادية في هذا المستوى ديال الأرباح مع زيادة ديال 10% كل سنة لمدة 5 سنين. ولكن الحاجة اللي خاصنا نردوا ليها البال هي الأرباح اللي غادي تجي في 2028 2029 و 2030. القيمة ديال هاد الفلوس ماشي هي نفس القيمة ديال الفلوس ديال اليوم، وتقنية DFC تتعاوننا نفهموا شحال تتساوي الفلوس ديال المستقبل بالفلوس ديال دابا. وبلا بزاف ديال صداع الراس غادي نقسموا هاد العملية الحسابية ل3 ديال المراحل. المرحلة الأولى تنشوفوا شحال الشركة غادي تقدر تجيب لنا ديال الفلوس في المستقبل، يعني تناخذوا التقارير الماليه ديال الشركه وتنبداو نحددوا بناء على المعطيات اللي عندنا في السوق واحد النسبه اللي كتمثل توقعات النمو ديال الشركه في المستقبل. هاد النسبه تتحددها انت، ولكن مهم بزاف انها تكون معقوله ومنطقيه، داكشي علاش خاصك تخدم بجميع المعطيات اللي عندك في السوق. وفي المثال ديالنا ديال المخبزه قلنا بان الارباح غادي تبقى في واحد النمو مستمر ديال 10% على مده 5 سنين. المرحله الثانيه هي كنخصموا القيمه ديال الفلوس المستقبليه بالنسبه للحاضر.
باش نعرفوا القيمة الحقيقية ديال الشركة في هذه اللحظة تنخدموا بنسبة الخصم اللي كتاخذ بعين الاعتبار التضخم والمخاطر. هنا تيخصنا نخدموا بواحد نسبة الخصم اللي تتعاوننا نحددوا 100,000 درهم ديال المستقبل شحال تتسوى مقارنة 100,000 درهم ديال اليوم. والمرحلة الثالثة تنجمعوا هاد الحسابات كاملين وتنحسبوا القيمة الجوهرية ديال السهم، وإلا لقينا أن القيمة الجوهرية ديال السهم هي أكثر من الثمن اللي معروض به السهم في السوق، فهذه تتكون فرصة استثمارية زوينة. هادشي تعني بان السوق مازال ما مستوعبش القيمه الحقيقيه ديال الشركه، لكن مع الوقت المستثمرين غادي يبقاو يحللوا هذيك الشركه حتى غادي يوصلوا للفهم مطلق ديال القيمه الحقيقيه ديالها. وهنا فين السوق غادي يعدل الثمن ديال السهم باش يولي موازي مع القيمه الجوهريه ديال الشركه. في الايام اللي فاتت السهم ديال شركه انفيديا طاح بواحد الشكل خيالي بسبب طرح شركه صينيه لواحد الموديل جديد ديال الذكاء الاصطناعي اللي سميتو ديبسيك، والمستثمرين تخوفوا من ان هادشي غادي ياثر سلبيا على الايرادات ديال شركه انفيديا في المستقبل وبالتالي على القيمه الجوهريه ديال شركه انفيديا حاليا. ولكن واش هادشي بالفعل شي حاجه سلبيه؟ بعض المرات السوق والمستثمرين تيقوموا بردة فعل عاطفيه كيف ما وقع مع انفيديا. ملي تيبدا عند المستثمرين واحد التخوف من ان هذا الشيء غادي ياثر على القيمه الجوهريه ديال الشركه، تيبداو يبيعوا الاسهم ديالهم بشكل كثيف، وهذا الشيء تيخلي الاسهم ديال الشركه تطيح. ولكن كيف ما قلنا بزاف ديال المرات الا بقات الاساسيات ديال الشركه قويه بزاف فهذه تتكون فرصه استثماريه زوينه. علاش؟ لان شركه قويه بزاف بحال شركه انفيديا لا زالت هي الشركه الرائده في قطاع السيمي كوندكتورز في الذكاء الاصطناعي، وشركة قوية بحالها دائما ما غادي تلقى الحلول باش تواجه التحديات ديالها، والتوقعات ديال الارباح ديالها كلشي متفق عليها انها مزيانه. ملي تنساليو الحساب ديال القيمه الجوهريه ديال شركه انفيديا تلقاو باننا كمحللين وخبراء متفقين ان السهم خاصو يكون تقريبا هو $97، ولكن دابا حاليا تيتباع ب $120. شنو كتعني هذه الفجوه؟ هذه الفجوه تعني بان السهم غالي ب 21%، ولكن الا شفنا في الاسابيع اللي فاتت السهم الواحد ديال شركه انفيديا كان هو $145، وكان هذا هو معدل الثمن اللي كيتباع به السهم الواحد لشركه انفيديا. ومن بعد ما طاح السهم مؤخرا $120 ولا السهم غالي غير ب 20%، يعني قربنا من القيمه الجوهريه بشكل كبير. دابا ان شاء الله غادي نديروا خطوه عمليه وغنشريو ان شاء الله $10 ديال سهم انفيديا باش نطبقوا هادشي اللي شفنا دابا. اول حاجه هو في التطبيق ديال التداول غادي نقلبوا على انفيديا اللي الرمز ديالها NVDA. عارفه بان بزاف منكم باغيين يعرفوا الاسماء ديال تطبيقات التداول اللي كنستخدموها، ولكن هادشي ان شاء الله غادي يجي في واحد الحلقه في المستقبل، لان الموضوع كيتطلب دراسات وما يمكنش نجيو ونعطيكم معلومات هكذاك بدون اننا نعمل واحد الدراسه مسبقه. من بعد ما لقينا شركه انفيديا كنحددوا المبلغ اللي بغينا نستثمروه، هنا غادي نشريو ب $10. من بعد تنضغط على الزر تنبعث هذا الطلب للسوق وكملنا. دابا رسميا عندنا اسهم في شركه انفيديا. قبل ما نسالي الحلقه غادي نعاود نفكركم 3 نصائح ذهبيه. القيمه الجوهريه هي اللي كتحدد واش السهم غالي ولا رخيص، ماشي ثمن السوق. إلا السوق طيح السهم بدون سبب مقنع ومن بعد ردة فعل عاطفيه فهذه تكون فرصه استثماريه زوينه. والاستثمار ما تيكونش في الاخبار اليوميه، تيكون في المستقبل والنمو ديال الشركه. واكبر نصيحه دائما اعمل البحث ديالك قبل ما تحط فلوسك في اي حاجه. هذا الفيديو كان لدواعي تعليميه فقط وليس دعوه للاستثمار. إلا عجبتك الحلقة ما تنساش تشاركها مع الأصدقاء والعائلة ديالك، وإلا كنتي جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وخليوا الاستثمار يكون دائما بالعقل، الصبر وبالمعرفة. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في رعاية الله.